هو انا مش مصدق ان انا هضطر اتكلم عن حاجه زي كده، بس بما ان دي بقت ظاهره منتشره في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده، وانا لسه متعرض لها حالا قبل ما اعمل الفيديو، وده اللي شجعني ان انا اخد الخطوه دي وانوه عن مدى خطورتها. بقالي فتره معدتي تعباني، ضغط كده وفم المعده مش مظبوط وبتاع، فالدكتور طلب ان انا اعمل تحليل جرثومه. تحليل الجرثومه بيبقى حاجه من الاتنين، يا اما تحليل دم وده ما بيبقاش دقيق، يا اما تحليل ستول اللي هو مش بول عشان الناس اللي بتقرف يعني. فعديت على الصيدليه على المستشفى، فقلت له بعد اذنك انا عايز كب عشان انا هعمل تحليل كذا كذا، ويعني بجيبه لك من البيت يعني. فقال لي تمام، طب وليه مش دلوقتي؟ قلت له عشان انا بس مش حاسس ان انا محتاج اعمل دلوقتي حاجه يعني، حل دلوقتي، فهجيب لك الكب من البيت يعني. قال لي مفيش مشكله، بس يا ريت ما تبيتوش يعني، ما تملاش الكب وتسيبها وتيجي بكره بيها. طبعا ما فهمتش المنطق، انا فاهم التعليمات، بس اللي هو انا ايه اللي هيخليني اعملها في الكب واستنى لبكره يعني؟ ما اعملها بكره في الكب، اكيد مش هجيبها لك ساقعه مثلا يعني. فقلت له لا ما تقلقش، تمام، مش اول مره اعمل تحليل فانا متفاهم يعني. قال لي تمام، وجاب لي كاب قد علبه الزبادي. فاستغربت اللي هو ليه كل دي؟ قال لي معلش اصل المقاسات الصغيره خلصت ومفيش غير الكبير. انا اصلا ما اعرفش ان في مقاسات يعني، انا اعرف ان هي عينه بتبقى محتاج يعني، هي مش محتاج ده كله يعني. فقلت له لا خلاص عادي مفيش مشكله. قال لي ده بس يا ريت ما تعملهاش كلها. فاستغربت تاني اللي هو انا ليه خليني اعملها كلها يعني، هي علبه زبادي. فقلت له لا ما تقلقش، انا متفاهم ان حضرتك محتاج عينه للتحليل مش سماد عضوي يعني، اكيد مش هعملها لك كلها يعني. فهو ما فهمش اللي فيه، فقال لي يا ريت ما تعملهاش كلها. قلت له حاضر والله تمام شكرا. وخدتها على البيت وجيت وخلصت بقى اللي ورايا وجهزت العينه بس كسفت انزل امشي بيها كده في الشارع، فايه جبت كيس ابيض من اللي هو بتوع المحلات. فالكيس ده كان عليه يعني مطبوع عليه موبايل واسم محل موبايل والكلام ده. فحطيت فيه الكيس واللي هي العينه يعني، ونزلت المستشفى قريب من البيت، فكنت اتمشى بقى. قلت لا انا مش هركب يعني، ده يعني تمشيه يعني. فماشي وفي حته كده ضلمه شويه، فعيل بالمكنه طلع نتش مني الكيس وجري. فهو نتش الكيس اللي فيه العينه، هو فاكره موبايل ونتشه ومشي. فانا واقف ما لحقتش اعمل اي حاجه يعني كنت بضحك، بس هو مستغرب ايه المتخلف اللي انا سرقت منه الموبايل وهو بيضحك ده. هو طبعا ما فتحش الكيس لان هو بيجري يعني، مشغول في انه يجري وما اعرفش هو راح فين. وما لحقتش اخد منه النمر، ما اعرفش كنت اخد نمر ليه يعني، بس ما اعرفش، هو ده التفكير اللي جه في بالي ساعتها. وانا مضايقني في الموضوع ان انا مش حاسس ان انا عايز اعمل تحليل تاني دلوقتي، فهضطر استنى بكره ومعيش كاب، وهروح للراجل بكره اقول له الكاب اتسرق مني مش هيصدقني يعني. ما اعرفش، هو دخلني في الراجل ده دخلني في متاهه ما اعرفش اطلع منها ازاي. فالفيديو ده معمول عشان اي حد في نطاق جسر السويس وشاف واحد واقف بمكنه ماسك علبه زبادي في ايده وعمال يصرخ ويسيب الدين ومتنرفز يعني، ياخد النمر، عشان انا ما لحقتش اخد النمر عشان ظاهره نتش الاكياس بالمكن دي بقت حاجه صعبه جدا. وربنا يستر عليكم ان شاء الله.